الركنه جوه 2000 يا عمار، ما ناس عاملاها في الويك اند ال 2000، الايام العاديه 1000. الركنه ب 2000 جنيه، والسايس بياخد 200 جنيه، والجرين برجر ب 700 جنيه، والفريسكا ب 250. اما بقى الشاي بلبن وازازه الميه فسعرهم مفاجاه، والفنانين عايزين يصيفوا هناك، ونجيب ساويرس بيشتكي من الاسعار. عمرك كنت تتخيل ان اسعار المصيف ممكن توصل ل 2 مليون جنيه؟ ايوه، ده بالظبط اللي حصل في الساحل الشمالي، او زي ما المتابعين بيسموه الساحل الشرير. فالاسعار هناك تخطت كل توقعات المتابعين، وبقوا بيسموها بالاسعار المجنونه. فما فيش حاجه هناك سعرها بيقل عن ال 200 جنيه. فيا ترى ايه حكايه اسعار الساحل الشرير؟ البدايه كانت مع انتشار مقطع فيديو على السوشيال ميديا لمجموعه من الشباب بيركنوا عربيتهم في الساحل الشرير، واتفاجئوا بان السايس بيقول لهم ان الركنه هنا ب 2000 جنيه، وان السايس ما بياخدش اقل من 200 جنيه. لكن السايس قال لهم ان دي تسعيره محطوطه من ملاك المكان، وان سعر الركنه في موسم المصايف والاجازات بتكون 2000 جنيه، اما بقى في الايام العاديه بتكون 1000 جنيه. وطبعا الاسعار دي عملت صدمه كبيره للمتابعين. فلو ركنت العربيه لوحدها ب 2000 جنيه، امال باقي الاسعار عامله ازاي؟ وفعلا بدا الناس اللي بتصيف في الساحل يتكلموا عن الاسعار هناك، واللي تقريبا لقوها باسعار خياليه. مثلا سعر ازازه الميه المعدنيه 200 جنيه، وسعر كوبايه الشاي باللبن 700 جنيه. اما بقى الطعميه واللي اسمها جرين برجر هناك سعرها 700 جنيه، ده غير الفريسكا واللي الناس متعودين يشتروها بسعر معقول، هناك سعرها ب 200 جنيه. اما بقى لو هتاكلها بالشوكولاته هتكون ب 250 جنيه. طبعا بعد الاسعار الغريبه اللي بقى المتابعين بيسمعوا عنها في الساحل، بقوا يتريقوا على الاسعار هناك. وفي متابع قرر يكتب بوست ان نجيب ساويرس بيطلب منه فلوس كتير علشان يصيف في الساحل الشرير، فرد عليه ساويرس وقال له ولا يكفيك 2 مليون جنيه عشان تصيف هناك. فاستغرب المتابعين ان نجيب ساويرس اللي يعتبر واحد من اغنى رجال الاعمال هو كمان بيشتكي من اسعار الساحل. لكن ساويرس اكد انه بعد كده انه بيهزر. لكن كتير من المتابعين شافوا ان الرقم اللي قاله ساويرس مش هزار ولا مبالغه. فاسعار الساحل اللي موجوده حاليا فعلا ال3 شهور مصيف مش هيكفيهم 2 مليون جنيه. ومش بس الناس اللي بقوا بيشتكوا من اسعار الساحل الشمالي، ده كمان الفنانين وكمان بقوا بيعملوا فيديوهات بيتريقوا فيها على الاسعار هناك. ومنهم ليلى زاهر وملك زاهر اللي قالوا ان ازازه الميه مش ب 200 جنيه زي ما الناس بتقول، ده ب 150 جنيه. وكمان الفنانه جوري بكر هي كمان كانت من الفنانات اللي اشتكوا من اسعار الساحل الشرير خلال المصيف بتاع السنه اللي فاتت. وقالت في فيديو ليها انا متضايقه من اللي بيحصل في الساحل، ولولا ان جوزي بيحب يروح هناك ما كنتش جيت. انا بكره الساحل، او بالاصح اللي بيحصل في الساحل. في قله ادب بتحصل، وفي ناس قله الادب، وفي قله ادب في الاسعار. انا اي مكان هدخله مش هيعجبني اسعاره هفضحه على السوشيال ميديا، لان انتوا حرفيا بتسرقوا الناس علشان يومين 3 جايين يتبسطوا. فيلا تعالى استغلك واطلع كل الفلوس اللي في جيبك. يعني ايه عيل صغير يروح يجيب ازازه ميه ب 200 جنيه؟ هي ميه من الجنه؟ المتابعين بقوا مستغربين من شكوى الفنانات من اسعار الساحل الشمالي، وحاسين ان المصيف في الساحل الشرير خلاص بالنسبه لهم بقى حلم. فيا ترى الاسعار دي حقيقيه فعلا ولا المتابعين بيبالغوا؟